بعد ما أعلن الفنان مصطفى شعبان جوازه مع الإعلامي الكبير عمرو الليثي في برنامجه واحد من الناس، قال إنه متجوز من حوالي سنة هدى الناظر. يلا بينا نعرف مين هي هدى الناظر. أصغر من مصطفى شعبان ب 12 سنة. هدى الناظر هي اللي أنهت عزوبية مصطفى شعبان. تصدر اسم هدى الناظر قوائم الترند مع مواقع فيسبوك عقب إعلان النجم مصطفى شعبان رسميا عن جوازهم منذ عدة شهور. النجم مصطفى شعبان خلال ظهوره مع الإعلامي الكبير عمرو الليثي كشف أسباب تأجيله عن زواجه من سيدة الأعمال هدى الناظر، وقال قررنا الزواج من فترة ثم أجلنا القرار بسبب مرض والدي، وبعد شفائه قال لي لازم تتجوزها حالا وإلا مش هخرج من المستشفى. واتجوزنا في حفل عائلي وحددنا أكتر من ميعاد للإعلان، ولكن كانت الظروف غير مناسبة فيتم التأجيل، ولكن الحمد لله تمت. اتجوز الفنان مصطفى شعبان من سيدة الأعمال هدى الناظر في 2024. هدى الناظر من مواليد 1982، والدها مصري ووالدتها إنجليزية. تخرجت من الجامعة الأمريكية 2006، وفي 2007 اسمها بقى يتردد بقوة بعد توجيه النجم عمرو دياب الشكر ليها في تترات كليب. نقول ايه؟ كشف عمرو دياب على انها المنتج المنفذ للكليب أغنية وياه. هدى الناظر ولت أيضا مناصب عديدة خلال رحلة تعاونها مع النجم عمرو دياب، منها مديرة إذاعة دياب اف ام وشركة ناي، إلى جانب كونها المتحدثة الإعلامية باسمه. وفي 2017 انتهت رحلة التعاون بينها وبين عمرو دياب. طاردت هدى الناظر العديد من الأزمات في عامها الأخير، زي ارتباطها عاطفيا بعمرو دياب، اتهمها بصفع أحد معجبي عمرو دياب. عرفت هدى الناظر على الفنان مصطفى شعبان في 2009. هدى الناظر أصغر من مصطفى شعبان، فارق بينهم 12 عام حسب تأكيده في برنامج واحد من الناس. الناظر سيدة أعمال، نصها صعيدي والنص التاني إنجليزي.